فبدأت كده احتمالات تظهر، هل ممكن يكون كان في اختلاف على ورث ما بينه وبين اخواته؟ لكن محدش اعترف بأي حاجة. رئيس المباحث قرر يركز على أهم نقطة في القضية دي كلها، وهي حبل السلبة. الحبل ده مش أي حبل عادي، ده نوع متين وقوي جدا بيستخدموه أصحاب المواشي عشان يسلبوا على البضائع بتاعتهم أو أيا كان صحاب النقل عموما. ولما افتكر العربية النقل اللي كانت مركونة قدام البيت فقرر إن هو يروح يفتش العربية دي بدقة. الغريب بقى إن هم ملقوش أي حبل سلبة خالص في العربية، مع ان الطبيعي جدا ان عربية شغل زي دي يبقى فيها كام حبل كمان، مش حبل واحد بس. ودي بقى كانت اول ملاحظة خطيرة. بدأوا يفتشوا صندوق العربية من ورا. العربية كانت مغسولة بعناية شديدة كأن لسه حد حالا غسلها، لكن رئيس المباحث وهو بيبص في زاوية العربية لمح نقطة صغيرة جدا لونها احمر غامق، نقطة تكاد تكون مش باينة اساسا. وقف مكانه وبص عليها تاني وسأل نفسه هي دي دم ولا مجرد لون كده عادي؟ استدعوا دكتور تحاليل متخصص، والعربية اتحركت فورا للمعمل الجنائي. وبعد الفحص جت الصدمة، البقعة دي كانت دم بشري فعلا. في اللحظة دي بس رئيس المباحث حس ان هو قرب من نقطة او مسك طرف الخيط وبدأ يوصل للحقيقة. بقى عنده 3 خيوط قوية، حبل مختفي وبقع الدم، وعيلة كلها بتحكي الرواية بشكل محفوظ. لكن المفاجأة الأكبر جات من مكان محدش يتوقعه. وهو خارج من البيت شاف طفل صغير بيلعب قدام العمارة. الطفل طلع ابن واحد من اخوات المجني عليه. رئيس المباحث قعد معاه شوية وقعد يهزر ويسأله أسئلة عادية جدا، وفجأة الطفل قال جملة قلبت القضية رأسا على عقب، وقال عمي كان هنا من كام يوم وكان بيلعب معايا كمان. رئيس المباحث اتصدم من اللي سمعه، لأن العيلة كلها كانت بتقول إنه مختفي بقاله شهر كامل. هنا بس اتأكد رئيس المباحث إن في كدبة دايرة، ومش كدبة عادية، دي كدبة كبيرة جدا. رجع القسم وطلب كل اخواته مرة تانية، وبدأ يحقق مع كل واحد بعنف شديد جدا وضغط نفسي رهيب. مرة يواجههم بنقطة الدم اللي شافها في زاوية العربية، ومرة يواجههم بالحبل المختفي، ومرة يواجههم بكلام الطفل الصغير. كل واحد منهم كان بيحاول يثبت روايته، لكن التوتر بدأ يظهر عليهم. الساعات عدت والضغط زاد عليهم أكتر، لحد ما واحد منهم انهار تماما، قعد يعيط بشكل هستيري وقال أيوة احنا قتلناه.